بيتخصص ضربات ثابته، ضربات جزاء، وكان دايما الحل وقت الازمات. يعني مثلا في نهايه القرن 2020 هو اللي صنع الهدف الاول لعمرو السوليه من ضربه ركنيه، وصنع الهدف الثاني لقفشه في الوقت القاتل. ايوه صح، كان محمود علاء. بس برضه الكره من البدايه كانت تماثل المعلول. يا دنيا، ايه وراكيش غيري ولا ايه؟ في 18 مايو 2024 وبعد 3 دقايق بس من ماتش الاهلي والترجي، علي معلول اتصاب اصابه قويه جدا وما قدرش يكمل ساعتها. الاصابه كانت في وتر اكيليس. خرج من الملعب ساعتها وهو بيبكي، والجمهور كله كان واقف يسقف. الراجل كان دايما يظهر وقت ما الكل بيختفي، ولعب ادوار مؤثره جدا ضد الترجي وصن داونز والوداد والزمالك وغيره وغيره وغيره. في مارس 2024 كولر طلع وقال لو في 11 لاعب في الفريق بروح علي معلول هنكسب كل البطولات. وكابتن الخطيب قال له شخصيا انت مش لاعب، انت رمز من رموز النادي الاهلي. وفي مدربين ومحللين كتير قالوا عليه مدرب جوه الملعب. الجماهير كانت دايما تغني له يا هنانا يا سعدنا، علي معلول عندنا.